النهارده أقيمت قرعة دوري أبطال إفريقيا وقرعة الكونفدرالية. هنبتدي بأقوى قرعة دوري أبطال إفريقيا ونشوف الفرق اللي هتواجه بعض، وبعد ما يعدوا الدور ده هيشوف مين هيقابل التاني. تعالوا يلا نشوف. هنبتدي بأول لقاء، سان داونز هيقابل الترجي. مباراة قوية جدا، والترجي قبل كده يعني ليه مواجهات حلوة مع سان داونز. أنا أتوقع يعني سان داونز هتعدي الترجي. الأهلي والهلال، مباراة صعبة جدا جدا جدا، ومحدش أبدا يستقل بمباراة زي دي. الهلال فريق قوي جدا، وأدى خلال دور المجموعات يعني لقاءات حلوة جدا، ولكن في آخر ماتشين للهلال السوداني ما كانش بصراحة كويس. ولكن مباراة صعبة، خصوصا كمان ان الهلال السوداني هيلعب خارج ارضه، مش هيلعب على ارضه، لان السودان ما لعبوش عليها السنة دي ولا مباراة. الاهلي المصري هيقابل الهلال السوداني، واتوقع بصراحة يعني مش عارف، اول لقاء ممكن ينتهي بالتعادل. وخصوصا ان الاهلي فاز على الهلال في 5 مباريات، اما الهلال فاز على الاهلي 3 مباريات، والتعادل كان في 5 مباريات. مولودية الجزائر واورلاندو بايرتس، لقاء برضه صعب. مولودية الجزائر مش فريق سهل، ولا اورلاندو فريق سهل. اورلاندو خارج من مجموعته اول. بيراميدز والجيش الملكي، ان شاء الله بيراميدز يعمل حاجة ويصعد هو كمان، ولكن هيقابل في طريقه برضه ماتشين صعبين، بس يعدي بس هو الاول من الجيش الملكي. دي كانت قرعة دوري ابطال افريقيا. يا ترى انت تتوقع مين اللي يصعد من المجموعه دي والمجموعه دي، خصوصا ان الاهلي والهلال اللي هيكسب منهم هيقابل الكسبان من سان داونز والترجي، والناحيه التانيه نفس الكلام، سان داونز ورا الاهلي في كل مكان. تعالوا بقى نشوف قرعه الكونفدراليه. اما قرعه الكونفدراليه حطت الزمالك في موقع سهل، ولكن لو فاز والمصري فاز هيقابلوا بعض تاني. اسك ميموزا مع نهضة بركان، واللي نهضة بركان متمرس جدا جدا في البطولة دي. اما الرياضي القسطنطيني واتحاد الجزائر، انا اتوقع اتحاد الجزائر. المصري وسيمبا مباراة صعبة ومليء ما فيهاش اي تهاون، وخصوصا كمان ان النادي المصري متصاب من عنده كذا لاعب بصراحة أثروا على أداء الفرقة، ولكن إن شاء الله يعدي من سيمبا. اما سترينيبوش والزمالك، اعتقد الزمالك في موقف جميل جدا. مباراة في الذهاب مباراة في العودة. الذهاب هيكون على ارض الفرقة هناك، والعودة هنا في الدور الاقصائي. حتى لو عدى وهيقابل المصري، طبعا المباراتين هيبقوا في القاهرة. لو قابل المصري، اما لو قابل سيمبا هيبقى دور الذهاب هناك والعودة هنا على ارض الزمالك. دي قرعه دوري ابطال افريقيا، ودي قرعه الكونفدراليه. بالنسبه لك انت كده مين اللي يصعد من المجموعات؟ انا بالنسبه لي قلت نهضه بركان متمرس جدا في البطوله، ولكن ما تضمنش. اتحاد الجزائر اعتقد ان هو اللي ممكن يصعد. المصري وسيمبا ما قدرش اتوقع بصراحه ان سيمبا السنه دي قوي، والمصري اهتز في اخر مباريات ليه في الدوري الممتاز. اما الزمالك هيعدي من الفرقه دي رايح جاي، ولكن ما تستهزأش باي فريق. لازم تعمل حسابك او تعمل حساب اي فريق بتلعبه، سواء كان ضعيف او كان قوي.